الرجل هنا عرقوب، العرقوب هنا بيجي في الرجل هنا بيبهدل الدنيا، بيبهدل الدنيا. في اعزك الله حته كده تلاقيها متاكل منها الشعر وحمراء او بيضه، ده بدايه العرقوب. نضف الجيوب التناسليه كويس جدا. الاذن اللي هو جرب الاذن الداخلي، اللي هو التهاب الحلمات. ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام ورب الارانب في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال ان شاء الله. فيديو مهم جدا، خليك مع الفيديو للاخر علشان تستفيد. ناس كتير جدا بتشتكي، ناس كتير كلمتنا في اكتر من مكالمه تليفونيه، اكتر من تعليق على القناه. عم محمد الذكر عندي ما بيطلعش، الامهات عندي بتتلقح وما بتمسكش. طيب ده لاسباب كتير جدا، فانا عملت قبل كده فيديو لحضراتكم برضو موجود على القناه، بس هقول لك الاسباب اللي بتخلي الام ما تمسكش. الاسباب اللي بتخلي الام ما تمسكش عشر معاك هقول لك هي اكتر من سبب، وهقول لك الاسباب دي لو لقيت واحد منهم على طول تتخلص منه، عشان الام لما تحطها للذكر وتتلقح عمليه التلقيح تتم ان شاء الله تطلع عشر وما يبقاش في اي مشاكل. طيب واحده واحده كده وصلي على النبي معايا علشان برضو تبقى مركز في العلامات. اولا الام لازم تبقى نظيفه وخارجيا وداخليا. يعني ايه خارجيا وداخليا؟ يعني ما يبقاش فيها اي مرض داخلي، ما يبقاش عندها اسهال مثلا، ما يبقاش عندها برد، ما يبقاش عندها طشمه، ما يبقاش عندها كل الحاجات دي. يعني مناخيرها ما تبقاش مبلوله، تبقى ناشفه، الام تبقى نشيطه، يبقى ما فيش ظاهر عليها خالص من بره اي مرض، ومن جوه ما يبقاش فيها اي مرض، تبقى الام سليمه 100%. علشان هنا لما تكون الام سليمه 100% عمليه التلقيح تتم معاك وتبقى كويسه جدا. طيب رقم واحد هقول لك من الامراض اللي بتخلي الام ما تمسكش ايه؟ لما يكون الودان. انا هشرح لك على الام علشان حضرتك تعرف. اصل فيه ناس برضو يا جماعه بنقول لهم التسمغ، هو مش واخد باله يعني ايه تسمغ، المبتدئ مش عارف يعني ايه تسمغ. بنيجي نقول له الجرب ما بيعرفش الجرب من التسمغ، ما بيعرفش، فاحنا بنشرح له علشان نعرفه واحده واحده معانا. يعني دي امه بسم الله ما شاء الله من شغل مزارعنا ومن انتاجنا. بص صلى على النبي، الودن ديتي الداخلي اللي بيبقى جوه هنا كده اللي بيقولوا عليه شمع الودان، لما بيبقى زياده وبيبقى كتير الودن مش نظيفه، ده تعرف ان فيها تسمغ، اسمه تسمغ الاذن. ده نوع من انواع الجرب، ولما بيملى الودن وبيزيد في الودن بيقوم ايه اللي يحصل؟ بيعمل لها التهاب في الاذن الوسطى، والام بتبقى تعبانه وبيبقى عندها زي صداع وبتسخن. فطبعا الام عندها صداع طول الوقت، عندها ودنها وجعها طول الوقت، بتسخن، لا يمكن ابدا تلقحها من الذكر وتمسك الا قليل قوي. فانت لازم تبقى عندك اهتمام ونظافه في المزرعه علشان تبقى عارف الاسباب اللي بتخلي الام ما تمسكش. يبقى اول حاجه بص في الجزء الودان دول الاقي الودن نظيفه من بره ومن جوه. طيب ده بالنسبه للتسمغ بتاع الاذن، ده اللي اسمه تسمغ الاذن او جرب الاذن. طيب علشان ما حدش يقول لك، يبقى حد يقصد ان يقول لك ودانها فيها جرب، حد يبقى يقصد في حد مثلا يقول لك ايه بصيت في ودانها فيها جرب ولا لا. انا اقصد مثلا على الجرب الداخلي اللي هو التسمغ مثلا، هو يقول لك لا ما فيهاش وفيها جرب من بره، يبقى هو يقول لك لا ما فيهاش من جوه وتمام وهي اصلا فيها جرب من بره. الودن من هنا كده لازم تبقى سليمه كويسه زي ما انت شايف كده، ما تبقاش خشنه. لو لقيت الودن دي خشنه كده، ودايما كل ما تيجي تمسك الام منها تلاقي الام تشد ودانها منك وبتنفضها كده، تعرف ان في هنا مشكله. برده ما يبقاش فيها هنا، دي من علامات الجرب، ما يبقاش فيها هنا اي حاجه وتبقى الودن دي سليمه 100%. علشان لو فيها جرب طبعا ده اكلان وهرش والام مش طايقه نفسها. انت اعزك الله لما بتبقى في حته في جسمك بتاكلك ولا ناموسه قرصتك ما بتبقاش عارف تقعد، ما بالك دي ال 24 ساعه دايم وما تعالجش وبيزيد وبياكل فيها، ازاي هتتلقح وتمسك عشر وتبقى سليمه؟ لا يمكن. يبقى انا بقول لك علشان تعرف كل حاجه، يبقى رقم واحد ما يبقاش فيها تسمغ في الاذن، وعرفتك ايه الفرق بين التسمغ وايه الفرق بين ايه الجرب. التسمغ برضو نوع من انواع الجرب بس بيبقى داخلي وبنقول عليه تسمغ. الجرب بيبقى من بره زي ما انا فهمت حضرتك، فبشرح لك على الودن. الام ما يبقاش فيها في رجلها هنا جرب
ما يبقاش في رجلها جرب لا من هنا ولا من هنا ولا في وشها ولا يبقى فيها اي حاجه، لان الجرب بيبقى باين له علامات. بتلاقي يا اما الصبع بتاع الرجل ده احمر وتخين كده، الصبع ده احمر وتخين، تعرف ان دي بدايات جرب، فلازم وملتهب، فلازم تعالجها على طول. ممكن يبقى انت مش شايف فيها قشره جرب بس الصوابع دي حمراء وتخينه، تعرف ان دي بدايه جرب، فلازم تعالجها بسرعه علشان ده التهاب، لان ده برضه بيوجعها وبيتعبها وبرضه مش هتقبل معاك العشر ومش هتطلع عشر. يبقى لا فيها جرب من بره ولا في الضوافر ولا هنا. الجرب ده بتبقى اكتر الاماكن بتاعته بتبقى هنا كده في الطروف وفي المناخير وفي طروف الودان. ده بتبقى علامات من علامات الجرب. يوم ما بنكتشف او يوم ما بتشوف ان الام فيها جرب تبقى الحاله دي متاخره، يعني حتى هو لو لسه بادئ بس تبقى الحاله متاخره، لان انت اصلا ما بتتابعش، ما بتغطس، ما بتغسلش، ما بترشش، ما بتحرقش. فطبعا لما بيظهر مره واحده وبتعبك جدا عما بتعالجه، بتبقى مشاكله كتير. تمام. يبقى اول حاجه التسمم، تاني حاجه الجرب، تالت حاجه والمشكله الجامده بسم الله ما شاء الله ان يبقى فيه هنا عرقوب، ان يبقى فيه هنا في الرجل هنا عرقوب. العرقوب هنا بيجي في الرجل هنا بيبهدل الدنيا، بيبهدل الدنيا. في اعزك الله حته كده تلاقيها متاكل منها الشعر وحمراء او بيضه، ده بدايه العرقوب، الحق بسرعه عالي. طيب في بقى العرقوب ده فتح واحمر وملتهب جدا وبيجيب دم، دي بقى مشكله وبيفضل بقى متعب، وده لا يمكن الام دي تعشر ابدا، هتتعبك جدا جدا ومش هتبقى طايقه نفسها، كل يوم تخس وكل يوم تتبهدل لو فيها العرقوب اللي بقول لك عليه. وفي عرقوب تلاقيه مكان الرجل منفوخ، يعني ايه تحس فيه بورم، ده بيبقى صديدي وفي جواه صديد وعايز يتنضف، وربنا يا رب ما يوري حد الكلام ده والدنيا تبقى كويسه مع كل الناس. بس انا بشرح لك علشان حضرتك تبقى عارف ان اي مرض من الامراض ديت موجود في الام، يبقى الام مش هتمسك معاك عشر. تمام. يبقى انا شرحت لك ايه 3 امراض همتي مش عايزينهم يبقوا موجودين خالص في الام. طيب ولا يبقى فيها ولا بتبقى بتعطس وعلى مناخيرها بلل، لان لو في بص علامات ان الام فيها مشكله في الرئه، ان تلاقيها بتاخد نفسها بصعوبه، تعرف ان عندها مشكله في الرئه. طيب تلاقي على مناخيرها بلل دايم، تعرف ان دي بدايات مشاكل راحه للرئه، فده لازم اعالجه. اعرف التهويه عندي عامله ازاي، اظبط التهويه، امنع ده خالص علشان اشوف الرطوبه، اشوف الدنيا، علشان ما يبقاش على مناخيرها على طول بلل، وهنا يبقى في مشكله في التنفس. وهنا هتلاقي طبعا طالما في مشكله ظاهريه، يا اما وصلت للرئه وما عادتش قادره تاخد نفسها وعندها مشاكل، يا اما هي لسه في البدايه فنلحق نفسه عليك. يبقى خلاصه الكلام الام لازم تبقى خاليه تماما من الامراض ومن الامراض اللي انا شرحتها لحضرتك ديتي علشان الام تمسك معاها. طيب في حاجه كمان بقى ومهمه جدا، ممكن تعمل التهاب رحم عند الام، ممكن تخلي الام دايما ما بتعشرش، وفي اكلان في المكان ده وفي تعب في المكان ده ومش طايقه نفسها، فانت ما انتش عارفه او اغلب الناس المبتدئين. هنا كده في حاجه اسمها الجيوب التناسليه، وانا شرحتها للناس قبل كده. هنا في الجنب هنا كده الفتحه دي اسمها الجيوب التناسليه. الله اكبر. بص نضيفها ازاي، شوف احنا عشان منضفينها بتبقى نضيف، بيبقى فيه هنا مشاكل كتير، وبيبقى فيه هنا اعزك الله ريحه كريهه، وبيبقى فيه هنا يعني ميكروب وبكتيريا وحاجه بتبقى وحشه جدا. فده احنا بننضفها بايه؟ بالبتادين وبالسلاكه بتاعه الودان، ونبلها بتادين ونمشي كده وننضف كده على طول، اقل حاجه شهريا، اقل حاجه بتمسك الام ديت شهريا وتبص عليها. دي لو موجود الام ولدت معاك وهو موجود بيحصل لها التهاب رحم، لان البكتيريا دي بتتحول وبتخش اعزك الله في الفتحه وبتوصل للرحم وبتعمل التهابات رحم والام بتبوظ عندك. طيب ايه هتخلص منها ازاي؟ افضل منظف الجيوب التناسليه ديت كويس جدا. ولو الجيوب التناسليه ديت فيها مشاكل، الام ما بتحمرش بسهوله، ما بترفعش بسهوله للذكر، لان المنطقه دي بتاكلها، المنطقه دي فيها مشاكل في تعباها، ازاي تبقى مستقره وازاي تقبل الذكر. دي برضو حاجه من الحاجات او من العلامات اللي تخلي الام ما تقبلش عشر او ما توقفش اصلا للذكر، الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها ديت. تمام كده، يا رب يكون المعلومات دي وصلتك. برضو الام برضو لو هي بترضع او ما بترضعش، امشي ايدي، اغسل ايدي بالميه والبتادين، وامشي ايدي على الضرع على الحلمات بتاعتها. ربما تكون الحلمات دي ملتهبه، لو ما فيش فيها لا عزك الله يعني التهاب ولا خراج ولا حاجه، بس هي ملتهبه حمراء وتعباها، اجيب المرهم الزنك واعالجها كويس علشان الام تبقى بقت معايا سليمه. يبقى رقم 1
التسمج اللي داخل الودن. رقم 2 الجرب الخارجي اللي بيبقى في طرف الودن وبيبقى في الاطراف بتاعه الام. تمام، علشان حضرتك تبقى مركز معايا. رقم 3 الجيوب التناسليه تبقى نظيفه وكويسه جدا. رقم 4 الضرع يبقى مفيش فيه مشاكل ويبقى مفيش فيه التهابات. رقم 5 العرقوب ما يبقاش موجود خالص في الكعب، تبقى الرجل سليمه 100% عشان الام تقبل معاك. رقم 6 علشان برضو حضرتك تبقى مركز معايا، ما يبقاش فيه بلل دايما على المناخير، ما يبقاش فيه عطس، ما يبقاش فيه مشاكل رئويه، ما يبقاش فيه مشاكل في التنفس. دي كلها امراض بتصيب الارنب. ربنا يا رب يشفي للناس كلها القطيع بتاعه، ويبقى تبقى ارانبه في احسن حال ويوسع على الناس. انا قلت اشرح لك الاسباب اللي دايما بتخلي الامهات ما تقبلش العشر. الكلام ده لسه برضو في امراض تانية وفي حاجات تانية برضو اشرحها لك، علشان الناس اللي بتربط الارنب بفتله واللي بيرفع بايده والكلام ده. هقول لك ازاي امتى ترفع بايدك وامتى تربط بالفتله وامتى تشتغل الشغل ده العنيف اللي فيه اللي بنقول عليه تلقيح اجباري، وامتى تشتغل التلقيح البسيط اللي ما هوش اجباري ولا حاجه. ان شاء الله اشرحه لك في الفيديو اللي جاي. دايما منورين ومشرفين على قناه اخوكم محمد حسان. عايز اشتراكات في القناه يا جماعه، عايزكم تستجيبوا معايا. عايز القناه بقى لها سنه ومحدش وعليها مشتركين قليلين. لو انتوا لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه اشترك في القناه، واللي تعرفه خليه يشترك. شارك الفيديو للناس علشان القناه تنتشر، والدل على الخير كفاعله. تحياتي لكل الناس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.